بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. إلى أهل الكرام وعائلتي بالجبل، وإلى كل من يهمه أمر هذا الجبل، أقولها بوضوح لا لبس فيه: ما فعلته كان قرارا لتحصين الجبل، لا تبريرا لأحد، ولا خضوعا لأحد، ولا تفاوضا على كرامة أحد. خرجت لأحقن الدماء، خرجت لأمنع فتنة كانت تدبر في الخفاء تستهدف تصفيتي وعائلتي. ومن لا يدرك خطورة اللحظة فليراجع نفسه قبل أن يراجعني. نحن آل الأطرش تاريخنا لا يزاود عليه أحد، ثابتين على وصية المغفور له سلطان باشا الأطرش الذي وحد سوريا والسوريين تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. لم نكن يوما أهل خيانة، ولم نعتاد على بيع المواقف. ومن يلمح بغير ذلك فإما جاهل بتاريخنا، وإما متعمد لإشعال نار لا تحمد عقباها. كنت مستعدا لتحمل أي أذى شخصي، لكنني لن أسمح أن يتحول الجبل إلى ساحة دم بسبب اندفاع أو حسابات ضيقة. أي رد فعل غير محسوب كان سيدخلنا في دوامة ثأر، وحينها لن يكون الخاسر فردا بل الجبل كله. لن أشرح التفاصيل الآن، ليس عجزا عن الكلام ولا تهربا من الحقيقة، بل لأن بعض الحقائق إذا قيلت في توقيت خاطئ تحولت إلى وقود للفوضى. أتحمل قراري بكامل المسؤولية، وأضع حدا واضحا لكل من يحاول المتاجرة بالعواطف أو التشكيك بالمواقف. الحكمة ليست ضعفا، وضبط النفس ليس تراجعا. الرجل يقاس بقدرته على إطفاء النار لا على إشعالها. الجبل خط أحمر، ودم أبنائه أمانة في أعناقنا. ومن يراهن على الفتنة سيكتشف أن الجبل أقوى من رهاناته. ونحن اليوم موجودون بدمشق، ولن نغادر سوريا، متمسكين بهويتنا العربية السورية وانتماؤنا الوطني لهذه الأرض. وسنجد حلولا ضمن الداخل السوري، حرصا على وحدة الشعب ومصيره وكرامة أهلنا. حسن يحيى الأطرش، ابن جبل العرب الأشب.